شهر رمضان هو اكتر شهر شفت الناس خارجة منه زايدة في الوزن، سواء كانوا عاملين عمليات او مش عاملين، بيزيدوا 5 كيلو 7 كيلو 10 كيلو. اكتر شهر شفت فيه ناس نزولها بطئ بعد ما كان كويس بعد عمليات السمنة، يقولك انا دخلت شهر رمضان وبدأت ان انا اعك وبدأت ان انا اكل، ومن ساعتها وانا مش عارف اسيطر ومش عارف ارجع انزل تاني زي الاول. يبقى انت علشان تطلع من رمضان بدون زيادة وزن، بالرغم من جيناتك اللي هي دايما هتحاول ان هي تخزن اكبر كمية ممكنة من الاكل على شكل دهون جوه جسمك، يبقى انت لازم تبعد عن التمر، ما ينفعش تفطر بتمر، تبعد عن العصاير، القمر الدين والصوبيا والدوم والعرقسوس، تبعد عن السكريات زي البسبوسة والكنافة والقطايف والحلويات الشرقية بأنواعها. وهنا دايما الناس تيجي تقول لي ايه، طب يا دكتور هل انا هعيش محروم؟ هو للاسف حضرتك لو مريض سمنه فانت مجبور ان انت تبعد عن الحاجات دي. فنخلينا حذرين جدا 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 مع الاكل خلال شهر رمضان. فطارنا هيبقى بشكل طبيعي جدا، هنبدأ بالشوربة ثم الخضار ثم البروتين، وكذلك السحور هيبقى بروتين بيض، حتى لو احنا خلاص وصلنا الوزن المثالي يبقى معانا توست، معانا معلقتين 3 رز، يبقى معانا كميات بسيطة من الفول. لكن ان انا ما ينفعش ان انا افضل اكل نشويات وافضل اكل سكريات، اكل الحاجات المكسرات زي الكاجو والبندق واللوز، سعراتهم عاليين جدا، فلازم نستبعد برضو المكسرات من اكلنا علشان نحافظ على وزن مثالي بإذن الله. وربنا يتقبل الصيام، وكل سنة وانتم طيبين وبخير.